السلام عليكم خوتي خواتاتي، اش اخباركم؟ مزيانين ان شاء الله، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناه مطبخ ام ياسو او عيشه كويزين. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم المكرونه بالبقوليات واللحم المفروم اللي كتجي خطيره، كتجي رائعه رائعه بزاف، وتصلح العشاء وتصلح حتى الغداء على الشله، لان وجبه كامله متكامله بصراحة رهيبة، وكتجي غزالة غزالة بزاف. ونتمنى اخوتي خواتي ما تنساونيش بالبصمه ديالكم، الله يخليكم لنا، البصمه ديالكم هي اللي كتطلع الفيديوهات وكيتشافوا اكثر. وكنشكركم جميعا خوتي خواتي، سواء اللي خليتوا ليا التعليقات ديالكم الزوينه، ولا بالبصمه ديالكم، ولا بالمشاهده، ولا اللي زار القناه ديالي. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف. ويلا على بركه الله ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي في المقادير 400 غرام مكرونه. عندي انا اختاريت هاد المكرونه اللي كتكون مجعبه وصغيره، وانتم ممكن تختاروا اي مكرونه كتفضلوها خوتي خواتاتي، وممكن ديروا اي كميه على حسب افراد العائله ديالكم. عندي هنا تقريبا 100 غرام ديال اللحم المفروم او الكفته. عندي هنا جوج ديال حبات ديال الطماطم اللي انا حكيتهم. وعندي تقريبا من 3 حتى 4 ديال المعالق من الكزبره وبقدونس مقطعين رقاق. عندي معلقه كبيره ديال الحلبه. عندي تقريبا الكاس ديال الفول ديال باش كنصاوبو البصاره. وعندي الكاس ديال العدس. عندي معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود او بزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير او الزنجبيل، معلقه صغيره ديال البابريكا او التحميره. عندي معلقه صغيره معمرش ديال الكمون، ومعلقه صغيره معمرش ديال الكزبره حبوب مطحونه. وعندي نص معلقه صغيره ديال البهارات او التوابل ديال اللحم. عندي معلقه كبيره ديال صلصه الطماطم او المعجون ديال الطماطم. وعندي الثوم. عندي هنا ثوم، وانتم اخوتي خواتاتي ديروا الكميه اللي كتفضلوها على حسب اللي متوفر عندكم، او على حسب كيفاش كتبغيو الثومه بزاف ولا ما كتبغيوهاش. المهم على حسب كل واحد شنو باغي. هنا عندي واحد البصله كبيره اللي انا شلطتها او قطعتها رقيقه بزاف. غادي نجيب البصله خوتي خواتاتي كيف ما غتشوفوا، غادي ندير عليها جوج معالق كبار ديال الزيت النباتي او زيت المائده. غادي نزيد عليها جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. وممكن ديروها كلها زيت الزيتون، او ممكن ديروا كامله بالزيت المائده. هادشي كيرجع لكم خوتي خواتي، كل واحد واش متوفر عنده. انا درت الميكس، درت ما بين زيت الزيتون والزيت المائده، درت جوج معالق جوج معالق. كنحط البصله ديالي على النار، كنشحرها شي شويه كيف ما كتشوفوا حتى تدبل لينا شي شويه. يعني نخليوها تدبل غير شي شويه صافي. وغادي نزيد عليها اللحم المفروم او الكفته، وغادي نخلطوا المكونات مع بعض. نحاول نفرتت فيها بالمعلقه الخشبيه او اي معلقه غادي تستعملوها خوتي خواتاتي. غنبقى نضغط عليها بمعلقه باش ما تجينيش متكتله، يعني بغيتها تجيني مفرقه. غادي نضيف عليها داك جوج حبات ديال الطماطم اللي انا حكيتهم او بشرتهم. وغادي نحرك المكونات مزيان مع بعض كيف كتشوفوا خوتي خواتاتي، وانا كنشحر فيهم. غادي نضيف عليهم الثوم. انا هنايا قطعتها رقيقه ما حكيتهاش. غادي نحرك المكونات مزيان مع بعض. غادي نضيف عليهم العدس والفول والحلبه. بالنسبه للعدس انا نقيته وغسلته مزيان، ومن بعد رقدته في الماء تقريبا نص ساعه او اكثر، غير في الماء بارد ماشي الماء سخون. وكنخليوه حتى كيرطاب، لان ملي كنديرو العدس كيرطاب خوتي خواتاتي، يعني كيرطاب. ملي كنديروه كيطيب ما كيهراش معنا، كيطيب دغيا، ولكن كيبقى صحيح ما كيهراش. وبالنسبه للفول والحلبه غير غسلتهم فقط. زدت عليهم معلقه صغيره ديال الملح، والملح ديما كيبقى على حساب الرغبه، لان الملح انا كنت نسيتها، ما كنتش حطيتها مع العطريه.
وغادي نخلط المكونات مزيان مع بعض، وغادي نضيف عليهم معلقه كبيره ديال الصلصه الطماطم او المعجون الطماطم، وغادي نضيف عليهم البهارات كاملين كيف ما كتشوفوا خوتي خواتاتي كيف ما واضح في الصوره. غادي نضيف ديك العطريه كامله، وغادي نحرك المكونات كلها مع بعض. هنا خوتي خواتي لقيتها مازال محتاجه شويه ديال الزيت، زدتها معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي نغطيها نخليها تشحر شي شويه، ومره مره نحل عليها الغطاء كنشوف نحركها باش ما تلصقليش هذا في القاع ديال الطنجره. غادي يبقى المهم نغطي عليها وبقى نحركها مره مره حتى نشوفها نلقاها نشفات. وغادي نضيف عليهم كزبره وبقدونس مقطعين رقاق، وغادي نحرك المكونات كلها مع بعض. ونغطيوها نخليوها تشحر شي شويه كيف ما كتشوفوا خوتي خواتاتي. هنايا كيف ما كتشوفوا كنحركها باش ما تلصقليش في القاع ديال الطنجره. وهنا غادي نضيف الماء كيف ما واضح خوتي خواتاتي في الصوره. غادي نضيف، انا ضفت عليها هنايا الماء طايب، وانتم ممكن تضيفوا الماء يعني عادي من الروبيني او من السنبل ماشي مشكل، واخا ما يكونش طايب ماشي مشكل. وغادي نحرك العناصر كلها مع بعض، وغادي نزيد شويه ديال الماء، يعني غنديروا الماء الكافي باش طيب لينا المكرونه ديالنا. ما نكثروش الماء خوتي خواتاتي باش ملي نديروا المكرونه ديالنا ما تعجنش لينا. غادي نغطيها ونخلي العدس والفول حتى يدخل فيهم شويه ديال الطياب، يعني غيبدا داك الفول والعدس يدخل فيه الطياب تيولي رطب شي شويه كيف ما كتشوفوا. راه باين بان الفول تنفخ والعدس تنفخ. غادي نضيف عليهم المكرونه وغادي نخلطهم كاملين مع بعض، يعني نخلط العناصر كلها مع بعض. غادي نضيف عليهم جوج مزودات ديال الحار، والحار هنا كيبقى اختياري، ممكن تضيفوه ممكن ما تضيفوش. وزدت شويه ديال الماء كيف ما قلت لكم خوتي خواتاتي، ضروري بقاو نضيفوا الماء غير شويه بشويه باش ما تعجنش لكم المكرونه الا كنت كثرتوا الماء في الاول. كنبقاو نحركوا فيها كيف ما واضح في الصوره، كنبقاو نحركوا فيها ولكن خصها الماء نزيدوا الماء. وهنا ضروري كنقصوا على النار، كنديروها نار مهيله، يعني غير كتبدا فيها داك الغليان كنقص عليها النار وكنخليها طيب على خاطرها. هنا كنشوفوا لقيتها مازال ما طايباش خوتي خواتاتي، كنزيدها شويه ديال الماء وغادي نحركها شي شويه ونغطي عليها ونخليها حتى تنشف لينا تماما، يعني حتى تشرب داك السوائل ديالها. من بعد خوتي خواتاتي كيف ما كتشوفوا من بعد ما رفعت عليها الغطاء لقيتها يعني السوائل ديالها شربت ديك السوائل كامله. وهنا ما محتاجه شيء الماء، من بعد ما دقتها لقيتها يعني المكرونه ديالي طايبه صافي. غادي نرفعها من فوق النار وغادي ندير نحطوها في الطبق ديال التقديم. وهذا بالنسبه للتقديم كل واحد كيقدمها بالشكل اللي بغا وبالطريقه اللي بغا. الصراحة كتجي وجبة رائعة بزاف، يعني وجبة كاملة متكاملة. يعني بالنسبة نوكلو لوليداتنا شي حاجة صحية، وحنا عارفين الوليدات الصغار كلهم كيحماقوا وكيبغيو المكرونة. ومن هذا الشيء علاش خاصنا ندخلو في المكرونة ديالنا، ندخلو فيها الحاجات الصحية بحال البقوليات، بحال يعني اي حاجة اللي ولادنا ما كيبغيوش ياكلوها لنا بوحدها ندخلوها ليهم في شي حاجة كيبغيوها باش كياكلوها من غير ما يحسوا. صراحة هذه الوجبة كاملة وجبة رائعة وجبة صحية
كيف ما كتشوفوا خوتي خواتاتي انا حطيتها بهذا الشكل هذا، كتجي غزاله بزاف، كتجي رائعه. وانتم غادي تشوفوا كيفاش كتجي، يعني فيها اللحم مفرومه، فيها فيها العدس، فيها الفول، فيها الحلبه، فيها كل شيء، يعني اي حاجه كلها يعني صحيه. وفي نفس الوقت يعني في هذا البرد في العشاء او حتى الغداء، انا صراحه درتها الغداء. كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله غزاله، وفيها واحد البنه، فيها واحد المذاق رائع الصراحه. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وما تنساونيش خوتي خواتي في لايكاتكم، الله يخليكم لان لايكاتكم هي اللي كتطلع الفيديوهات وكيتشافوا اكثر. واللي مازال ما مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. واللي مشترك مرحبا بكم معايا، ويا ربي نكون عند حسن الظن ديالكم. وخليتكم على خير، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.